أهلا بكم، أهلا وسهلا في هذا اللقاء، وهو لقاء يوم الجمعة. معايا طبعا نموذج جميل جدا، فرحان بيها جدا وفرحتني. اليوم أحب النجاح وأنا أعشق النجاح، وأشكر الله إن أنا طول عمري بنطلع ناس ناجحة من هذه الكورسات، بتاخد مناصب حلوة، بتاخد وظائف كويسة جدا، وبتترقى في وظائفها. فمعايا اليوم ان شاء الله باذن الله من الولايات المتحده الامريكيه الاستاذه جوي. اهلا بك يا استاذه. اهلا بحضرتك يا دكتور. استاذه جوي، انت بقالك قد ايه بالظبط كده بتدرسي معايا؟ يعني دي المحاضره الكامله حضرتك؟ المحاضرة الثالثة. المحاضره الثالثه. طيب، انت اتعرفتي عليا ازاي كده من الاول، من البدايه خالص كده يا استاذه جوي؟ على اليوتيوب. على اليوتيوب. ايه اللي عجبك فيا؟ آم، اول حاجة طريقة حضرتك، على قد ما هي يعني بالنسبة لي يعني عميقة جدا وفي الاحتياج اي حد عربي بيكون بيدور عليه. على عمق، على قد عمقها على قد بساطتها، فسهل الواحد يتعلم اللغة مع حضرتك. تمام. حضرتك طبيعه الوظيفه هنا ايه في امريكا؟ آم، آم، مدرس مساعد. اسيستنت تيتشر. اوكي. انت لما خدتي الثلاث محاضرات دول، ايه اللي حصل لك يا استاذه جوي؟ ايه اللي عايزه تشاركيه معانا النهارده؟ ايه اللي حصل لك؟ أول حاجة إن المدرسة الأساسية اللي معايا أول حاجة لاحظت تغيير كبير في طريقة مخارج الحروف والكلمات. آم، لاحظت ده في كذا جملة قلتها لها. الكلمات الجديدة اللي ابتديت أتكلم معاها بيها بتقولي واو. ف التعبير ده حسيت انه انا ما كنتش بتكلم انجليزي في الاول في الاول، رغم ان كل الكوميونيكيشن بتاعنا انجليزي. بس النهارده معاها حسيت انه كأن انا اول يوم اتكلم معاها انجليزي. آم، دي الفيدباك بتاع المدرسة اللي شغالة معايا استخدمت اول يوم. الكلمات اللي انا بديها لك طبعا، والمصطلحات اللي انا بديها لك في المحاضرات، فالمدرسه حست ان في حاجه مختلفه، مش كده يا استاذه جوي؟ بالظبط. طيب، ايه بقى الخبر السعيد اللي حصل لك بقى يعني في وظيفتك؟ يعني ايه قالت لك ايه المدرسه بقى؟ الخبر السعيد ان انا من فتره كان المفروض ان متاح لي ان انا اكون مدرس اساسي، او ان انا ابقى مسؤوله عن الفصل وانا معايا مدرس مساعد. بس كانت المشكله في الفتره اللي فاتت هي اللغه. انه كل الامور انا يعني بالنسبه لي آم، احق بيها، بس المشكله كانت في اللغه علشان الكوميونيكيشن، لان احنا كل الكوميونيكيشن مع سواء الاطفال او الاهالي انجليزي. فالنهارده كان من المدرسه اللي معايا ومن المديره انه ابهروني بانه لا انا يعني ينفع ان انا اكون مسؤوله عن فصل، وانه هم مش قلقانين ابدا بعد كده من التواصل مع الاهالي، لانه هم يعني بتقول لي انت لان انا كنت مشاركه حتى مع المديره انه انا بدات كورس انجليزي. فالنهارده بتقول لي واو انه ايه ده. قلت لها المحاضره ساعتين ونص، وانه دي طريقة الشرح وكده. فحست انه لا، انت بس محتاجة كمان اسبوعين ثلاثة والموضوع خلص. ف قالت لي ان انت مش قلقانة ان هي تحطني في الوظيفة دي، وهبتدي من الاسبوع اللي جاي على طول. تمام. الوظيفه اللي انت كنت عليها كنت ايه؟ اسيستنت تيتشر، ودلوقتي داخله على اسيستنت ايه؟ تيتشر، ليد تيتشر. ليه تيتشر. اللي هو الترقيه دي حصلت في قد ايه؟ 3 محاضرات، اه، مش كده؟ 3 محاضرات. 3 محاضرات. قلت لي قبل كده ان انت لما كلموكي قلت لهم ان انا باخد دروس اونلاين مع بروفيسور من امريكا، مش كده؟ بالظبط.
حسوا ان كلماتك اتغيرت، حسوا ان تعبيراتك اتغيرت، حسوا انت قلت لي مش عارف حاجه كده نطق حرف التي، النطق بتاعك اتغير في النو... الحديث كده. يعني هي النهارده لما دخلت النهارده، حتى لما دخلت عند المديره وبكلمها، فكان بقول لها كل الجمل اللي انا قلتها لها انا ما حسيتش يعني هي سوري ان انا اقول كده، بس هي كانت دي طريقتها، على مش هي لوحدها، لناس كتير. اول حاجه لازم تبص لي وهي بتتكلم عشان تفهم انا بقول ايه، دي كانت اول حاجه. الحاجه الثانيه كانت انه طب انت عايزه تقولي ايه؟ يعني هي كان ده التعبير اللي فانا بحاول اعيد الكلام مره واثنين بكذا يعني بكذا طريقه بكلمات مختلفه عشان اوصل لها انا عايزه ايه. فالنهارده لما دخلت لها بقول لها على تقرير احنا عاملينه على طفل، فاحنا عايزين نشاركه معاها. فلا لقيت الموضوع انا خلصته في دقيقه، ما قالتليش يعني اللي هو اللي هي عايز تقولي ايه دي ما اتقالتش خالص في الحديث. اوكي I got it thank you. فقلت ايه ده، فقلت لها ايه ده يعني واضح الكلام. قالت لي I got it thank you. ف بتقول لي اخبار الكورس بتاعك ايه؟ قلت لها لا ماشي حلو تمام مش عارفه. تقول لي ان هي لاحظت ده في الكلام النهارده، مبسوطه. قالت لي so proud of me وانه keep going. تمام. انت رد فعلك بقى فرحانه ان انت بتتعلمي حاجه واتغيرت حياتك، غيرت الترقيه بتاعتك، اتغيرت. كنت متوقعه ده يا جوي قبل ما تجيلي؟ كنت متوقعه يحصل لك ده؟ بصراحه ولا يعني لا، ولا 10%. ليه؟ لان انا كنت جايه لحضرتك بصراحه انا كنت محبطه احباط شديد جدا. لانه انا كنت حاسه ان الموضوع صعب، هي اللغه صعبه، خصوصا انا شايفه انه اللي عايز يتعلم لغه بيتعلم وهو صغير، لازم يبقى في مكان كويس متاح فيه التعليم، اللي هي الحاجات كلها دي. انا بعرف انجليزي، انا بعرف انجليزي كل دراستي في الجامعه حتى الشيفت كارير اللي عملته كلها انجليزي، وبكتب بانجليزي كل حاجه. انا مشكلتي كلها كانت في النطق. فان انا اتخيل ان انا في 3 محاضرات لساني انا حاسه فيه لساني لا ابتدى ياخد يعني في مخارج الكلام. انا حاسه النهارده كنت بتكلم انجليزي، قبل كده ما كانش. خصوصا اليوم النهارده كان كله حاجه ليها علاقه بشغلنا، ما كانش فيه اطفال، فكان ليه علاقه بشغلنا احنا. فكان كل اليوم احنا بنتكلم مع بعض مع المديره، كانت اجتماعات، فكان في تفاصيل كتيره غير اليوم العادي في المدرسه. عشان كده كل لاحظ، سواء الليد تيتشر اللي كانت معايا او المديره نفسها واتنين تانيين، فقالوا لي واو واو كده. فقلت لهم يعني شكرا لتشجيعكم. فرحانه يا جوي انت؟ جدا جدا جدا. انا بصراحه لا يعني لو حد سالني انه انا داخله الكورس ده ومتوقعه ايه، بس من الحاجات اللي كنت بسمعها على اليوتيوب والحاجات اللي حضرتك بتركز عليها في التعليم، وايه الهدف بتاع حضرتك اصلا، لا مختلف، يعني مختلف عن اي حاجه الواحد شافها على اليوتيوب. يعني انا كل اي حاجه ليها علاقه باللغه الانجليزيه على اليوتيوب من القنوات والحاجات دي انا شغاله وتعبت وذاكرت وعملت وطلعت كلمات ونطق وجوجل، كل الكلام ده عملته. يعني انا بحب التعليم، بحب اتعلم يعني احب انه اعمل الحاجه صح صح قوي. فده كان تعبني انه انا عارفه كويس وعارفه، يعني مش عايزه اقول اكتر من الناس اللي معايا كتير، بس انا مش عارفه اقول، مش عارفه اتكلم، مش عارفه يعني هي بس اللي فرق ما بيني وما بينهم اللغه باختصار. لكن كنولج انا بشوف لا انا في حته تانية خالص. والحاجات اللي حضرتك بتقولها دي حقيقيه جدا، الثقافه والكتب قروا ايه شافوا ايه عملوا ايه، لا الناس هنا يعني انا في ده كل يوم. بس لما باجي اشوف هم فين وانا فين كحتى وظيفه، بس علشان اللغه بس. فبناء فكان ده عليه بصراحه قررتي مأزمني. فبناء عليه قررت ان انت تبعتي لي التسجيلات اللي انت بعتها لي ديت، وفرحانه صوتك فرحان. ما كنتش ايه طبعا ده؟ ايه اللي طبعا. بيحصل لي ده؟ 3 محاضرات واترقى، و3 محاضرات
نظره المدرسه، مديره المدرسه تبص لي بالطريقه ديت، المدرسه الاساسيه تبص لي، يبصوا لي بنظره احترام ويبصوا لي ان انا عندي كفاءه. طبعا 3 محاضرات يعني 6 ساعات بتغير حياه بني ادم، بتغير مستقبل بني ادم. 3 ساعات 3 محاضرات يعني 6 ساعات. ايه ده؟ حاجه غريبه، معجزه مش كده؟ معجزه. طبعا طبعا. اشكرك اشكرك. شكرا دايما لحضرتك، شكرا لحضرتك. بنهي فيديوهاتي بهذه المقوله knowledge is power. طبعا انا بشكر اولا واخيرا، مش بشكر نفسي، انا بشكر الله سبحانه وتعالى، هو اللي مديني الموهبه ديت. اولا واخيرا بقول له اشكرك ان انت اللي بتدي الموهبه ديت، واشكرك ان انت بتغير. انا دايما بقول له استخدمني استخدمني، انت اللي بتغير ناس كتير. التعليم ان انت بتغير ناس، بتغير ناس الى حياه افضل، بتغير ناس الى وظيفه افضل، بتغير ناس ان يكونوا سعداء. عشان كده دي الرساله بتاعتي، الرساله بتاعتي في التدريس ان انا اغير لك حياتك. انا دايما بقول كده انا مختلف لان انا عندي الموهبه. الموضوع مش شهادات، الموضوع الموهبه، ان انت تبقى عارف البني ادم محتاج ايه، محتاج ايه بالظبط، عايز ايه بالظبط. ثم في الشرح بقول له دايما كده استخدم اللي انا بقوله لك، هتلاقي رد فعل اللي حواليك سواء الاصدقاء، العمل، النظره بتختلف. انا عارف امريكا عايزه ايه، عارف السيستم الامريكي عايز ايه، عارف طبيعه المهاجرين، عقليه المهاجر في الغرب عقليته ايه لما يجي امريكا، عارف الوظائف عارفه عايزه ايه، عارف الوظيفه هنا محتاجه من اي حد بيبصوا لك ازاي، وعارف مستوى التعليم في الولايات المتحده عامل ايه وواصلين لايه. لان انا اشكر الله خبره، اتطحنت في التعليم في الولايات المتحده الامريكيه من شهاده الى شهاده. دايما بقول كده في نهايه الفيديوهات بتاعتي knowledge is power. اشكرك يا استاذه جوي، ومن نجاح الى نجاح. خلي بالك ما خدتش مني انجليزي، لسه ما اتعلمتش مني انجليزي، ده بتتكلم في 3 محاضرات يعني 6 ساعات، ما شافتش لغه، ما شافتش مني اي انجليزي. بما سوف يكون في المستقبل اخليها تبهر مديره المدرسه، المدرسه الاساسيه عندها تبهر الاباء عندها في المدرسه بلغتها، هيبصوا لها نظره تانية. انا عارف بقول ايه، عارف بقول ايه، عارف بطلع مين، عارف بطلع الطالب بتاعي بيبقى مستواه وصل لايه. لما اقول له اعمل ايه وبيعمل لي اللي انا بقول عليه بيبص يلاقي مستواه اتقدم. والف الف مبروك يا جوي، من اسيستنت تيتشر مدرس مساعده الى من 3 محاضرات ليد تيتشر، المدرسه المسؤوله عن القياده الخاصه بالكلاس فين؟ في الولايات المتحده الامريكيه. اشكركم، باي باي.